يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هتيجي تعد يا بني آدم ذكرت في هذه السورة حوالي من 4 ل 5 مرات. نداء. ما سألتش نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى يكرر هذا النداء على مسامع الناس جميعا؟ والنداء لبني آدم، مش المؤمنين فقط، بني آدم عامة. استثارة لأولاد آدم، يعني الأولاد اللي هم الذكور والإناث، لما حدث لأبيه، وأن الشيطان كان سببا في إغواء أبيه، وأنه كان سببا في إخراج أبويهما من الجنة، والسبب أنه عصى الله تبارك وتعالى. طيب آدم ما كانش يعرف مثلا، وده كانت أول معصية. انتوا بقى من باب أولى يا بني آدم علمتم سبب خروج أبيكم من الجنة، وأنه عصى الله تبارك وتعالى وعراه الشيطان وأظهر سوءته هو وحواء، فمن باب أولى أن نتعظ وتعلم إن الشيطان ده وراك. الشيطان هدفه إخراج بني آدم من الجنة وألا يدخلوا الجنة. هو جاي كده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو ده هدفه. يا بني آدم، استثارة بقى، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سبب نزول هذه الآية كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في بداية الأمر العرب خاصة قريش كانوا يفتخرون بين الناس وبين العالم بعدما أحل بهؤلاء من أمثال أبرهة وجنوده ما أحل بهم من العذاب، وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم طير الأبابيل، فاشتهروا بين الناس وبين العالم، وزاع صيتهم بين الناس إن هم لهم شأن ومكانة. فطبعا استغلوا النقطة دي. استغلوها إزاي؟ لأن كان في وفود تأتي تحج البيت وتطوف حول البيت. كان في قلة قليلة متبعة لنهج سيدنا إبراهيم اللي هو الإسلام، وما كان من المشركين، فكانوا يطوفون بالبيت. فإذا جاء الزوار طبعا استشعروا بعظمة احنا اللي كان سبب من أسباب إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل طير أبابيل على أبرهة وأنزل العذاب بسبب أنهم نالوا من هذا البيت، فسموا أنفسهم بحمص من الحماسة، فحبوا إن هم يميزوا نفسهم شوية، فقالوا إيه وأصدروا قوانين. وطبعا كانوا بيعملوا بعض الفرائض وبعض الفرائض لا، يعني من شعائر الحج اللي هو طبعا الطواف حول البيت كانوا بيعملوها، السعي بين الصفا والمروه ماشي، منى ومزدلفه والحاجات دي ماشي، الا بقى عرفات، لان عرفات كان بعيد عن الكعبه، فيقول لك لا هم بس حوالين البيت وكفايه. فاصدروا قوانين، من ضمن هذه القوانين الا يطوف بالبيت الا أناس يلبسون لباسا لم يعصوا الله تبارك وتعالى فيها. شددوا الأمر مباشر إن هم ما فيش حد يطوف بالبيت إلا لما يكون الثياب ديت ما عصتش ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا دي استغلال، وما كانش في بقى مصانع اللي هي بتنتج الملابس دي مرة واحدة، فكان في صعوبة، فأصبح الناس يطوفون بالبيت عراة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة اللي أنت تتطيب، اللي أنت تلبس أحسن الثياب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب عند قدومه المسجد، خصيصا في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وكان يخصص النبي صلى الله عليه وسلم لبس معين لها. كان يلبس صلى الله عليه وسلم العمامة من السوداء ومن الحلة والبردة، كل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس كل اللباس. والشيء بالشيء يذكر. واحد يقول لك هو يعني أنا دلوقتي لازم أصلي بالعباءة اللي احنا بنسميها العباءة يعني جلابية، وإلا يبقى أنا كده مش سني، مش متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في بداية التزامنا وبداية الاستقامة كنا مفكرين كده، لكن انت كل ما بتتعلم وبتسمع لأهل العلم وبتسمع للأقوال وبتسمع للأحاديث، لبس النبي عليه الصلاة والسلام واللبس الذي جاء به الصحابة هذا لبس عادة وليس عبادة. خد بالك من النقطة دي، لبس عادة
وليس عبادة. يعني ما جاش حديث إن اللي يلبس القميص الأبيض له كذا من الحسنات، لا، ولكن اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص اللي هو اللي احنا بنسميه العباية. عايز تلبس البس، مش عايز تلبس براحتك، لكن هذا عرف العرب آنذاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كل اللباس، العمامة والبردة والحلة ده عامل زي البدلة بتاعتنا كده. وكان يلبس صلى الله عليه وسلم كل شيء، فأنت ما يمنعش إن أنت تلبس كل حاجة في عرف بلدك طالما أنك لم تأتي بلبس الشهرة، مش حاجة يعني تخالف الناس كلها بلبس معين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الشهرة. فالله تبارك وتعالى بيقول لك خد الزينة بتاعتك عند كل من، لأن الناس يا أخوانا بتيجي المسجد عشان بقى بينه وبين ربنا ويقول لك أنا أهم حاجة القلب، مش مشكلة الظاهر، ربنا عالم بما أكنه وبما أعلمه، فخلاص بقى مش مشكلة يلبس بقى لباس والله العظيم تلاقي الريحة وتلاقي تبقى عايز تقول يا رب اطلع من الصلاة، تبقى عايز تطلع من الصلاة بسبب رائحة ملابسه، بسبب رائحته هو شخصيا. مفيش اهتمام بالنظافة، مفيش اهتمام بموضع السوق، مفيش. وتلاقيه بقى نسأل الله السلامة والعافية لو هو مدخن وابتلي بالتدخين، تلاقي الريحة بتروح منه، هو حبيب قلبي مش حاسس بنفسه، لأن نفسه مش حاسس، غيره اللي جنبه هو اللي يحس. تمام؟ فتبقى واقف جنبه مش طايق، تقول يا رب الإمام يسلم. وعلى فكرة لو أنت في أول الصلاة ومش قادر بقى خلاص في أول الصلاة ممكن تخرج، تخرج طالما أنك تخشى على نفسك، لكن أنت دخلت الصلاة وبتاع ولا تبطلوا أعمالهم. كمل بقى، كمل واصبر واحتسب. فبلاش استهتار بالزينة في الذهاب إلى المسجد وأخذ الزينة عند قدومك، لأن أنت هتقابل مين؟ هتقابل رب كريم سبحانه وتعالى. تخيل دلوقتي لو قلت لك هتروح تقابل دلوقتي الرئيس مثلا أو المحافظ أو أي وزير، هتبقى عامل إزاي؟ طلع الحتة الزفرة اللي عندك وتلبس وتطيب وتقعد تتفرج على نفسك في المراية أكتر من 10 دقايق 20 دقيقة ساعة وتقول لي إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ تمام؟ وتبقى تتجمل. ده بشر، ما بالك بقى برب البشر، هو أولى بذلك سبحانه وتعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طب إيه علاقة أخذ الزينة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ إيه علاقة الكلام ده بالأكل والشرب؟ إيه اللي دخل دي في دي؟ ودايما في تلاحم وترابط بين الآيات. الناس اللي هي تاخد بالزينة هتاخد بالزينة بقى وهينزل السوق وهيشتري وهيتسوق، فيقول لك مفيش مانع ان انا اشتري الاكل ده والاكل ده والاكل ده والاكل ده. اشتري حلال، ملاذ ده وطاب حلال، بس ايه؟ خد بالك ما تسرفش. والشراب كذلك خد بالك ما تسرفش. فده من باب ايه؟ من باب تلاؤم الايات بعضها البعض. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. احسن حاجه نتعلمها من الايه دي القصد وعدم الاسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك. الآية. الشاهد إن إحنا مفيش أحسن من الوسط، القصد في كل شيء، في الأكل والشرب واللباس، حتى في أعمالك، في كل حاجة. يقول لك خير الأمور الإيه؟ الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. أحسن حاجة لا تفريط ولا إفراط، والشيء بالشيء يذكر وكلوا واشربوا. أنا أسأل حضرتك سؤال، هو الواحد لو أكل وشبع، لأن عند الناس اعتقاد هذا الأثر الذي فيه كلام وإسناده فيه انقطاع، يعني لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه، اللي هو بقى بداية الحديث شر ما ملأ ابن آدم وعاءه. طبعا كل الحديث ده فيه انقطاع، حديث ضعيف. طيب لو الإنسان شبع، في نهي عن كده؟ وبرضه في حديث ثاني، الحديث ده فيه برضه ضعف، اللي هو عن الجوع. ربنا ذكرني بيه، اللي هو في النهي عن نحن قوم لا نأكل حتى نشبع. حتى نجوع، أحسن، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. ده أصلا حديث فيه ضعف. طيب يعني يجوز ان انا اكل واشبع؟ ينفع؟ الناس هتفرح قوي بالكلام ده. ينفع؟ طب ده حضرتك زعلان ليه كده؟ ينفع؟ طب ايه الدليل؟ ما احنا كلامنا لازم يبقى مصحوب بالدليل. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره
لما نادى النبي عليه الصلاه والسلام ابي هريره وقال نادى على اهل الصفه، فنادى على اهل الصفه وقال ائتيني بهذا اللبن، فشرب اهل الصفه كلهم جميعا، كان اكثر من 100 نفر. وقال وامر ابو هريره ان يشرب، فقال اشرب اشرب اشرب، قال والله يا رسول الله ما عاد هناك مكان في بطني في جوفي. الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام اقر بذلك واقر بالشبع، وفي عده روايات ثانيه يقر النبي صلى الله عليه وسلم بالشبع. بس اهم حاجه لا تسرف. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب. ربنا سبحانه وتعالى كما يحب كذلك الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين الذين يفرطون ويبالغون في الملبس وفي المشرب وفي المأكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أمة وسطا. قولوا ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم، استغفر الله.